في اعتقاد خاطئ إن الشخص اللي بيأذيك ده بيأذيك عشان بيكرهك. مش صح. الأذى بيجي من الأشخاص مش عشان بيكرهونا أبدا. الأذى بيجي من الأشخاص علشان النقص اللي عندهم. كل ما الإنسان بيأذيك وبيتفنن في إن هو يأذيك ويتكلم وحش من ورا ظهرك، ده إن دل على شيء فبيدل على النقص اللي عنده من ناحيتك وعن المشاكل النفسية اللي جواه من ناحيتك وشعوره بالدونية ناحية نفسه قدامك. فلما حد يخونك فتفهم إنه هو خاين، مش عشان انت وحش فهو خانك، لا، عشان هو خاين. لما حد يكذب عليك فعشان هو كذاب، مش عشان انت انسان مكروه او سيء فهو كذب عليك. زي ما قلت لكم قبل كده، ده دليل على الامراض النفسية اللي جواه هو او اللي جواها هي. اهم حاجة اوعى تفقد الثقة في نفسك، او اوعي تفقدي الثقة في نفسك. انت مش وحشة، انت مش مكروه، هو اللي وحش، هو اللي عنده حاجات جواه من ناحيتك، هو اللي عنده امراض نفسية محتاج انه يعالجها. اهم حاجة ايمانك بذاتك وايمانك بنفسك. السلام عليكم.